اوديكي فين يا شطاره؟ حد يصدق ان دي بطاطا؟ بطاطا عامله نفسها بسبوسه، ويمكن بسبوسه عامله نفسها بطاطا، محدش عارف. بس نصيحه لله، لازم تتاكل سخنه، عشان لو سبتوها تبرد مش هتلاقوا منها ولا فتفوته، زي ما حصل معايا بالظبط. امانه بيني وبينكم، لايك وشير كتير على قد ما تقدروا، وما تنسوش ابدا تشتركوا في القناه وتعرفوني بتتابعوني منين، لان ببقى فرحانه جدا، فرحه ما تتخيلوهاش. شايفين بقى الصينيه عامله ازاي؟ زي القمر، وطعمها وريحتها يا جماعه والله قلبت البيت. واقف ورايا توابير، كل واحد ماسك طبقه. تعالوا نقطعها ونشوفها عامله ازاي من جوه. متماسكه غير البسبوسه خالص، البسبوسه بتبقى مفرفته كده، وبتستنوا عليها لغايه ما تبرد، او بتبيتوها في التلاجة علشان تبقى متماسكه شويه تعرفوا تمسكوها. لكن الوصفه دي من هي سخنه يا جماعه خطيره. بصوا، انا بقى بحب الجزء اللي على الطرف ده جدا وبعزه جدا، عينته كده لنفسي، احب ادوق. بدي ادوق. خطيرة. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. عندي كوباية ونص من البطاطا، سلقاها يا جماعة، حط عليها شوية سكر وسلقاها طبعا بعد ما قشرتها وغسلتها جميل لغاية ما يبقى القوام بتاعها تبقى زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بكوباية الا ربع من السكر، وهدوب البطاطا في السكر. انا هنا كنت بعمل كده علشان ابرد البطاطا شوية، علشان هنحط عليها بضاية. بصوا هضربها كده من مضرب. بصوا عامله زي العصير ازاي، مسلوقه يعني مهريه جدا، تبقى عامله زي العصير. هنزل بقى ببضايه واحده وعليها رشه من الفانيليا، وهقلب كويس جدا. وعندي كوبايه الا ربع من اللبن. عندي بقى المكونات الدافيه عباره الدافيه. المكونات الجافه عباره عن ايه يا جماعه؟ كوبايه الا ربع من الدقيق العادي، وكوبايه ونص من الدقيق اللي مش عادي، يعني دقيق سيمولينا اللي هو دقيق البسبوسه يا جماعه. هحط معلقه كده ممسوحه من البيكنج باودر. هنخل الكلام ده علشان هرجع انخله تاني، انا بحب انخل الحاجات مره واتنين وتلاته علشان اخد احسن نتيجه. وعندي كده تلت الكوبايه زيت. هقلب كويس جدا علشان كده خلاص المكونات بتاعتي السايله كلها بقت زي الفل. هنخل الكلام ده تاني عليها زي ما قلت لكم كده، وهقلب يا دوبك، بس هشقلب الكلام ده كله في بعضه بس، مش هقلب كتير عشان دي مش كيكه يا جماعه. عندي بقى الصينيه مقاس 30، هحط فيها كده شويه زيت، ووزعتها بالسباتوره، وما تعملوش ابدا زيي. وزعوا بالفرشه يا جماعه، وزعوا بالفرشه. وهننزل بقى الخليط بتاعنا بالشكل ده. بس كده خلاص خلص الموضوع. بتتوزع بقى كده في الصينيه لما تمسكيها كده. طالما اتوزعت معاكي بالسهوله دي اعرفي ان النتيجه هتبقى هايله. عندي بقى كوبايه الا ربع من السكر، لا كوبايه الا ربع ايه، يعني تلتين الكوبايه، يعني اقل شويه من كوبايه الا ربع. عليها بالظبط نفس الحجم برضو تلتين الكوبايه ميه، وارفعهم على النار مع عصره ليمونه يا دوبك كده يغلوا غلوه واحده، يتشقلبوا كده على النار. والصينيه وهي سخنه يا جماعه، اول ما تطلع من الفرن والشربات بتاعي سخن، الشربات هو الشيره هو العسل، بتقولوا عليه ايه تاني؟ ليه اسامي ايه تاني غير كده؟ هنسقي بيه الصينيه بتاعتنا. والله العظيم لازم تجربوها، هتدعوا لي دعوه حلوه من قلوبكم، حلوه جدا وسهله، وطبعا مغذيه، بطاطا وبيض ولبن. ودي سميت يا جماعه، حاجه كده حلوه جدا وبتدي طاقه بقى، وهي سخنه في حته تانية خالص. يلا بقى مستنيه ايه عشان تعمليها لاولادك وتفرحيهم بالاكله دي، واحنا بقى في امتحانات يا جماعه اليومين دول، والولاد شقيانين في المدرسه، لازم نغذيهم. انا هسيبكم بقى في المقطع الاخير ده وتشوفوني وانا عماله اوزع في الصينيه، والله العظيم ما حد استنى انها تبرد. بصوا، في بسم الله ما شاء الله طابور واقف ورايا عمال يقول لي يلا احنا فين، وده يقول لي فين نصيبي. خلصت وانا واقفه.